مشجعين الكرة في كل مكان، أحلى مسا عليكم. أهلا بيكم في حدوتة جديدة من حواديتنا الكروية. بس حدوتة النهارده مش زي أي حدوتة. أي حد فينا بيتفرج على كورة أكيد في يوم شفت لعيب قلت عليه لعيب وحش، لعيب ملط، لعيب ما عندوش كورة. بس اللعيب اللي معانا النهارده مش زي أي لعيب. ده طول 26 سنة ما لمس الكورة ولا مرة واحدة. تعالوا أحكي لكم حكاية أشهر نصاب في تاريخ الكورة، البرازيلي كارلوس كايزر. بس ما تنساش لو انت اول مره بتتابعنا اعمل فولو على فيسبوك انستجرام تيك توك، او اعمل سبسكرايب ولايك لو انت على اليوتيوب. اظن كفايه رغي لحد كده ويلا بينا نخش في المعمعة. اسمه الحقيقي هو كارلوس هنريكي راموسو. اتولد في البرازيل سنه 63، وزي اي طفل برازيلي كان عنده شغف ان هو يبقى لعيب كوره. وفعلا انضم لاكاديميات الكوره في فريق بوتافوجا وهو عنده 11 سنه، ومنه لاكاديميه الكوره بتاعه فريق فلامينجو. بس مع الاسف عمك كارلوس كان صفر موهبه، ما عندوش كوره خالص. ده يوقفه اطلاقا، ابسولوتلي. انا هبقى لعيب كوره كبير وهمشي ورا حلمي وهبقى لعيب مشهور. واسم كارلوس كايزر هو اطلقه على نفسه وهو صغير، لانه كان بيقول انه وهو صغير كان شبه القيصر فرانز بيكن باور نجم المانيا. وكايزر كان ذكي جدا وكان عنده ذكاء اجتماعي رهيب، فعرف يعمل علاقات كتيره مع لعيبه كوره مشهورين زي تزيكو وبيبيتو، وعرف من خلالهم ان هو يبدا مسيرته بالاحتراف في نادي في المكسيك. وكان نادي بيوبلا هو البدايه في المكسيك، وما كملش فيه سنه وراح راجع تاني على البرازيل على فريق بوتافوجا، ومنه راح لفريق فلامينجو. بصوا عشان ما تعبكوش معايا، هو لعب في 13 نادي في البرازيل والارجنتين والمكسيك وفرنسا، اشهرهم نادي فلومينينزي ونادي فلامينجو البرازيليين. وزي ما قلت لكم بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. 26 سنة ما لمس كورة، ما لعبش ولا دقيقة، ما أحرزش ولا هدف. نسيت أقول لكم ده كان مركزه مهاجم، وكان بيسوق نفسه إن هو بيليه القادم، وهو كانت على الله حكايته خالص. عمك كايزر بقى كان بينصب على الناس دي كلها ازاي؟ يعني ازاي لعب في كل الأندية دي من غير ما يلعب؟ مبدئيا كده كان على طول بيدعي الإصابة، إن هو عنده إصابات مزمنة. لو مش مصدقني فهو كمان كان بيدفع فلوس لزمايله في الفرقة عشان يتدخلوا عليه تدخلات عنيفة في التمرين ويدعي الإصابة. وطبعا في الوقت ده كان المستوى الطبي مش زي دلوقتي والتشخيصات مش زي دلوقتي، فكانوا بيصدقوه. في مرتين بقى اتزنق فيهم وكان هيتكشف وفضيحته كانت هتبقى بجلاجل. في مره في نادي جازيليك اجاكسيكو الفرنسي في تقديمه الفرقه، وكانوا مستنيين بقى الوحش الاسطوري البرازيلي اللي جاي وهيخلص الفرقه، وهو فريق في الدرجه الثانيه او الثالثه في الدوري الفرنسي. وكانوا مستنيينه على احر من الجمر، وهرب من الاستعراضات في الملعب. ان هو عمل ايه؟ قعد يشوط في الكوره للجماهير وقعد يبوس في الشعار، قال يعني بيحيي الجماهير وكده، وقضى ليلته وراح مروح. ومره تانية كان في نادي بانجو في البرازيل، ورئيس النادي كان واحد من زعماء المافيا وكان اسمه كاسترو اندرادي. وكاسترو اندرادي بدا يشك في عمك كايزر من كتر الاصابات والادعاء ان هو تعبان وما بيلعبش، وطلع كلام كده ان هو هيعاقبه لو ما لعبش وتالق في الماتشات اللي جايه. وكلنا عارفين يعني ايه عقاب المافيا، او ميك هيم اوفر كان ريفيوز. I'm gonna make him an offer he can't refuse. بس كارلوس كايزر كان اصيع من اي حد. في ماتش كانوا خسرانين فيه 2-0، الكابتن قال له قوم سخن، وهو بيسخن على الخط افتعل خناقه مع مشجعين الفريق الخصم، ومسك فيهم وضربهم لدرجه ان الحكم طرده قبل ما ينزل الملعب. ولما رجع النادي قال لكاستور كانوا بيشتموك وقعدوا يشتموا في النادي وفي رئيس النادي وما استحملتش الكلام عليك مسكت فيهم. مش قلت لكم صايع وادرجي؟ هو ينفع؟ هو ينفع؟ رد عليا، ينفع؟ مشوار كايزر الوهمي ده خلى شركه انتاج تعمل فيلم وثائقي عن مسيرته اللي ما لمس فيها كوره خالص دي. وقال في افتتاحيه الفيلم: الانديه افسدت العديدين من اللاعبين، وكان يجب ان يكون هناك من يرد الدين، انا هذا الشخص. وقال كمان كل الانديه اللي انا لعبت لها احتفلت بسببي مرتين، مره وانا بوقع العقد والمره الثانيه وانا بفسخ نفس العقد وبمشي. وقال كمان كل اللاعبين كانت بتيجي التدريبات عشان تفوز بالمباريات او تسجل اهداف، اما انا فكنت باجي افكر ازاي ما المس الكوره وبعمل اي حاجه عشان احقق ده. وقال ان في البرازيل في 3 طرق عشان تبقى محترم وانت فقير: الكوره، النساء، القتال. وبس يا هندسه، ودي كانت حدوته نصاب الكوره صاحب اكبر مسيره وهميه في تاريخ الكوره. صحيح حدوتتنا النهارده خلصت، بس حوادتنا سوا لسه ما خلصتش. اتاكد انك عامل لايك واشتراك في القناه
وفعل جرس التنبيهات عشان تجيلك كل حلقاتنا اول ما تنزل. كنت معاكم محمد الجوهري وهندسه الكوره، اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.